ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل بقى شوية مخبوزات للشتا ده، بس حاجات كده بمكونات بسيطة، مش هتبقى مكلفة خالص، وفي نفس الوقت النتيجة هتبقى حلوة جدا، ومش هتاخد مننا وقت ولا مجهود ولا مكونات كتير. ده بقى القرص الفلاحي او القبور الفلاحي بطريقة حصرية على قناتي حيرة طبخ. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا القمر ده مع بعض ازاي. عندي اول حاجة دي كوباية من السمنة دي ممكن استخدمها سمنة بلدي او سمنة عادية، الاتنين هيدوني نتيجة حلوة جدا. هحطها على البوتاجاز تسخن لما اشوف بقية المكونات. ده عندي لتر من اللبن وانا دفيته زي دمع العين. هحط عليه معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية او كيس خميرة فورية. عندي ده كيلو من الدقيق، هحط عليه معلقة من الملح. كيلو الدقيق بياخد كيلو من السوائل. طب السوائل دي مش شرط كلها تبقى لبن، انا ممكن احط نص الكمية لبن والنص التاني مية. احنا اتفقنا ان احنا ما بنقفش على حاجة ابدا. هبتدي بقى انزل باللبن بتاعي او السوائل بتاعتي واحدة واحدة لما توه الدقيق كله مع السوائل اللي عندي. ما بتاخدش وقت ابدا في العجينة. ما تخافوش ابدا ان العجينة طرية معاكم كده، هي هتلم معانا دلوقتي، بس امشوا على الخطوات اللي انا بعملها واحدة واحدة. انا ابتديت بقى اعجن بايدي عشان لو في اي دقيق ما دخلش معايا مع اللبن، لا يبقى ايه العجين بتاعي كويس. هبتدي بقى احط السمنة عندي، والسمنة هنا بتبقى سخنة يا جماعة، ودي لازم احطها في اخر مرحلة عشان تشد معايا العجينة بتاعتي. بصوا، كل ما احط السمنة كل ما العجينة بتاعتي هتلم معايا وهتبقى كويسة. بس طريان العجينة ديت هو ده اللي هيديني النتيجة كويسة جدا اللي احنا شفناها في الاخر، عجينة طرية طعمها حلو جدا. حطيت بقى كمية السمنة كلها وابتديت الم العجينة مع بعضها. انا مرضتش اقطع الفيديو يا جماعة عشان تشوفوا هتوصل معانا ازاي. بعد ما عجنتها بقى كده اسيبها على جنب تخمر، مش هتاخد وقت معايا خالص في الخمر بتاعي، ومش عايزاها تخمر قوي، عايزاها نص خمر كده. بعد ما خمرت بقى ابتديت ان انا المها على بعضها، وابتديت ان انا اكورها زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. الحجم اللي انا عايزاه اصغر من كده ماشي، عايزاه اكبر من كده هتبقى كويسة برضو. هبتدي بقى افرد التقطيعة بتاعتي او القرصة بتاعتي واحط جواها حتة من الزبدة او من السمنة البلدي او من القشطة اللي متاح بالنسبة لي هستخدمه. احط حتة صغننة جدا، بس صدقوني حتة الزبدة اللي انا هقطع بيها دي هتودي للقرصاية دي في حتة تانية كأنها كلها بالسمنة البلدي، وهتديني توريقة حلوة جدا من غير ما افرد فيها كتير. بلمها بقى، بلم الكرة كده على الزبدة اللي انا حطاها وبقفلها كويس، وبيكون عندي صينية انا رشاها من الدقيق وبحطها كده مكان التقفيلة بتاعت القرصة بحطها على الدقيق. بصوا اهو التلزيقة بتاعتها دي ما نخافش منها، وممكن برضو ان انا ادهن ايدي دهنة من الدقيق عشان ما تلزقش معايا زي ما احنا شايفين. دي بقى كانت الكمية اللي احنا عملناها. انا اللبن اللي انا استعملته كان لبن بخيره، سبته ليلة كاملة في التلاجة عشان اخد القشطة بتاعته تاني يوم زي ما احنا شايفين، عشان ما كلفش نفسي كتير. اديتني معلقتين القشطة دول، حطيت عليهم معلقة من الملح، وتعالوا نشوف هنعمل بيهم ايه. دي القرص بتاعتي بعد ما ارتاحت تقريبا 10 دقايق عشان خاطر اعرف افرد فيها براحتي. طبعا انا بفردها بتبقى رفيعة قوي بحيث ان هي لما تستوي ما تبقاش معايا قرصاية تخينة، ولما تنشف معايا او تبرد معايا تبقى مفرولة كده مش هحب اكلها خالص، فالسمك بتاعها يبقى سمك رفيع قوي. وبكون مقفلاها تقفيل حلو جدا عشان وانا بفردها ما يطلعش منها الزبدة اللي انا حطاها فيها. شوفوا عشان هي ارتاحت والعجينة كانت مظبوطة جدا، ما خدتش وقت معايا في الفرد. دي بقى القشطة بتاعتي اللي انا حطيت عليها الملح، هبتدي افردها على وش القرصاية كده عشان تديني اللون اللي انا حباه، وفي نفس الوقت بتديني طعم حلو جدا. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، وهشغل الشواية على نار هادية، مش هتاخد مني اكتر من 10 دقايق لربع ساعة عشان توصل معايا للمرحلة دي. تستوي بسرعة جدا والنتيجة بتبقى حلوة قوي، تطلع معايا طرية. ولو طلعت معايا ناشفة شوية او الحروف بتاعتها كل ما بتقعد معايا بتطرى اكتر،
شايفين الجمال؟ لو انا عملت بقى كمية وعايزة اشيلها احطها في كيس تلاجة في الفريزر، اطلعها قبل الاكل ب5 دقايق هتبقى كأنها لسه معمولة بالظبط. شايفين بقى الجمال والريحة والطعم؟ مش عايزة اقول لكم، كانت حكاية. نقدمها بقى مع جبنة قديمة وعسل اسود، وبألف هنا على قلوبكم، ولايك وشير ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.